السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صاحب قناة مسلم شيعي على اليوتيوب. راح أشوفكم هذا الفيديو. اليوم مهم وبحقائق لازم ننشرها ونفضح قناة العربية. هذا المقطع نزل قبل شوية اليوم تاريخ الخميس 28 مارس. شوفوا الخبر يقول احتراق طائرة شحن إيرانية في مطار دمشق الدولي. شبكة سانا الثورة أفادت شبكة سانا الثورة أن الجيش الحر استهدف طائرة شحن سلاح إيرانية لدى وصولها إلى مطار دمشق الدولي، ما أدى إلى انفجارها واندلاع النيران فيها. شبكة سانا الثورة أكدت انفجار الذخيرة بداخل الطائرة وارتطامها بطائرات سفر متوقفة بالمطار واحتراقها أيضا، مشيرة إلى أن الحادث تسبب بحرائق ضخمة وانفجارات متتالية وصلت إلى صالة الاستقبال في المطار، وأعلنت حالة الإنذار من أعلى الدرجات وتم حجز الموظفين وإبعادهم عن المكان وفق ناشطين. شوفوا شلون علقتها. هذا المقطع شفتوه هسه. شوفوا الطيارة هي اللي وقعت. هذا نزل بتاريخ اليوم قبل شوية. اسقاط طائرة محملة بالأسلحة والذخائر. نشوف المقطع. طيب إذا هي ولعت من صدق ليش ما يكمل الفيديو ويصورونها وانت تحترق وتنزل؟ صعبوا عليه؟ هذا الجواب على انه ليش ما سوى. هذا نفس الفيديو بس بغير تاريخ قبل شهر ونص. شو طفت غير من تحزر غير تكمل. شوفوا هذا الجواب من عندهم وبيهم. يقولون لا انفجار ولا هم يحزنون. هذا انعكاس لضوء الشمس على الطائرة. نتمنى توخي الحذر عند نقل الأخبار. لا نريد الإساءة إلى ثورتنا بدون أن نشعر. وهذا يفشر عليه. يعني شفتوا بنفسكم انه هذه الطيارة كذب، وحتى القنوات ما تناقلت هذا الخبر، ما اتذكر يعني، واحتمال نقله. المهم فهذا الفيديو مال اليوم وهذا الفيديو مال شهر ونص نفس الشي، يعني نفس اللي صار بالطيارات وما حد شافك وحرق بالموضوع. وهذا يسموه انعكاس ضوء الشمس. فهاي قناة العربية نشرت الخبر وحاطتها بالصفحة الأولى همينة، والحادث تسبب حرائق ضخمة. يعني شفتوا بعينكم شلون ينقلون أخبار كاذبة وما لها أي صحة.